أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. بالتوازي مع ضمان السير العادي للعمل، وقف صباح اليوم أعوان الديوانات وموظفوها وقفة احتجاجية مطالبين بتأمين الحماية الضرورية وتوفير الآليات والوسائل الناجعة التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم. توفير الحماية وتفعيل القوانين وضمان الآليات الكفيلة بقيام أعوان الديوانة بمهامهم هي أهم المطالب التي نادى بها اليوم أعوان الديوانة خلال وقفة احتجاجية. أي وقفة احتجاجية جراء ما تعرض له كافة السلك نقولوا من راس جدير إلى بنزرت من اعتداءات جسدية ومادية تعرضوا لهم، وتكاثرت في الأيامات الأخرى، تكاثرت برشا الاعتداءات هذيا. آخرها البارح في الليل عندنا عون نتاع الديوانة يقوم بالمهام تاعو في سكانير، حب يوقف كاميونة نتاع ستافات باش تتعدى على سكانير. يا أخي المهرب هذايا ضربوا بالكاميونة وتوا عندنا العون تو في السبيطار. نحبوا تفعيل القرارات والوعود اللي لقيناها من سلطة الإشراف، نحبوها تتفاعل ونحبوها تصير. نحن نحبوا نحميوا بلادنا ونحبوا نخدموا اقتصاد بلادنا ونحبوا نساعدوا توا في هذا الظرف الاقتصادي الصعيب، لكن برشا حاجات قاعدة تصير اللي قاعدة تمنع في عون الديوانة باش يخدم اقتصاد وأمن بلاده. هذه الوقفة الاحتجاجية لم تعطل السير العادية لمهام سلك الديوانة الذي يلعب دورا كبيرا لا أمنيا فقط بل أيضا اقتصاديا وجبائيا. سير العمل كان عادي من البارح في الليل متواصل 24 ساعة على 24. كافة الزملاء معناها يبذلوا في مجهود، والمواطن نداء منا معناها باش يحترم القانون، باش يحترم معاون الديوانة، واحنا في خدمة المسافرين، في خدمة المواطن التونسي.